السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هانيين ومتهنين يا ربي. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بيا عندكم. جيتكم اليوم بوصفه خفيفه ظريفه ان شاء الله يا ربي توجدوها في ساعه. يعني اللي تحبي القهوه العصر ولا يفطروا بها الوليدات ولا بتيداج كما حبيتي. بسم الله، عندنا الوصفه سهله مهله. عندك هنا كاس تاع حليب دافي، تحبي ديريه كاس تاع ماء وزوج مغارف في لحظه. انا عندي هذا الحليب خافر ما شاء الله. عندك هنا نص كاس ماء دافي، تسمى كاس ونص تاع ماء. هنا عندك ديري مغرفه تاع شاي خماره، مغرفه كبيره تاع خميره تاع الشاي. عندك هنا 6 ملاعق سكر احرش، سكر تاع قهوه، 6 مغارف كبار. بسم الله تحطيها. عندك هنا لافاني، عندك الملح باش ما تنساوش، مغرفه صغيره تاع تحليه، تحبي تزيدي شويه. عندك نص كاس تاع زيت. عندك هنا بياض بيضه والصفار نتاعها ندهنوا به. نخلطوهم ونخليو يتفاعلوا مونبا يعني 5 دقائق مش بزاف هكذا، ونخليو الخميره تاعنا تتفاعل ونضيف المكونات. وصفه خفيفه ظريفه، نخليها تخمر لي شويه ونولي لكم. اللي هنا البنات بعد ما تفاعل الخليط نتاعي نضيف الفاني ملعقه صغيره برك. هنا عندك قشور الليمون ملعقه صغيره ثاني تاع التحليه. عندك هنا نصف كاس زيت. ونضيفوا الفارينه هنا عندي 600 غرام. كي تعبري بالكاس عبرت 4 كيسان ونص تقريبا 5. كيعود الكاس ماشي مملوء. بسم الله، هنا راهي 600 غرام ونشوفوا تسمى كل واحد والفارينه تاعو. نضيف الملح. نزيد شوي فارينه البنات، هنا شويه فارينه. نطمها ونخليها طريه ما يجيش يابس. درك نطمها البنات ونولي. هنا البنات بعد ما طميتها هذيك الفارينه اللي زدتها نقولي حفنه، تسمى تقريبا 5 كيسان. نفرغها ندلكها غير شويه برك مش بزاف، تسمى قيمة ما ترطابلي العجينه تاعي. نبكلمها هكذا، نستعينوا بالفارينه برك باه ما تحصلناش. شوفوا البنات، يعني عالم المخبوزات راه ساهل جدا، يعني اقصد يا ربي بسم الله وصافي. كاين اللي يحبوا يديروهم مشروع كيما الايام هذه تبدا موسم يعني الحفلات والى اخره، تقدري تبداي ديري مخبوزات، ديري ميني بيتزا، ميني شاورما، ميني يعني كلش يعني من المصغر يعني وتنشري في صفحتك وان شاء الله ربي يوفقك. كيما هاد الخبيزات حلوين ما شاء الله. كاينين النساوين يعجزوا، كاينين اللي يروحوا من الخدمه، تما تقدري انت يعني كي يلقاوهم واجدين وخدمه نظيفه وكل شيء يخدموا عندك. هنا البنات نخليو العجينه تاعنا ترتاح نص ساعه، لازم تدي وقتها في الخمور ومن بعد نوليو ليه هكذا. شوفوا البنات هكذا، ونخليوها تخمر في غرفه. هذا مكان سهله مهله. لهنا البنات بعد ما خمرت نص ساعه شوفوا
ما شاء الله مع جودة الفارينة، يعني كيما شفتوني ما دلكتهاش. شوفوا بسم الله ما شاء الله. درك نهبط له الخمور ونطرحها هكذا. البنات قرصوها بيديكم برك ولا بالحلال قنوط كيما نقولوا حنا هكذا. تحبي ديريها خبيزات وتشكلي ديريكت، تحبي تقرصي كيما هكا وتقطعي دوائر. هنا الحشو اختياري، تحبي تحطي كريم باتيسير، تحبي تحطي الشوكولا، تحبي ما تحطي والو، تحبي تحطي شوكولا مربعات، تحبي ديري اللي بغيتيه ديريه، اللي تحبيه ديريه. هذه هي يعني قرصتها كيما هكا. ودرك نبدا نقطع في الخبز نتاعي. لهنا البنات هكذا نقطعوها. لهنا البنات هاي ليك العجينه تلاصق شويه. لازمك ديريها طريه، كون ما ديريهاش طريه ما يجيكش الخبز تاعك هشوش هكذا. هنا عندي الشوكولا هكذا البنات. نحطوا الشوكولا تاعنا، نستعينوا بلابوش ولا باي حاجه كيما هنا الساشي برك. ونطبقها كيما هكا، يعني خبيزات عاديين كيما حبيتي الشكل ديريه. تحبي تخليهم كيما السوفلي، تحبي انا هكذا خبيزات عاديين يشربوا بهم الوليدات بربي ان شاء الله الحليب. هذا مكان ها وصفه سهله ماهله، يعني في ساعه تكوني حضرتيها. هذه هي. ها تحبي تكبري كبري اكيد. هكذا نشكلهم ونزيد نخليهم يخمروا 10 دقائق. اكيد ندهنهم بالصفار تاع البيض معه القهوه معه البن. هذه هي البنات، خليهم يخمروا. التشكيل اختياري، من بعد ذرذري عليهم السكر وديري الشوكولا يعني كما تحبي. هذا بريوش حلو القهوه العشيه. هذه هي. نعاود نشكل معكم حبيبه بربي ان شاء الله. دائما نستعينوا بالفارينه. لهنا نديروا الشوكولا كيما قلت لك، يعني تحبي تحشيها بواش حبيتي. تحبي تخليها حتى نطيب وديري لها كريم باتيسير، كريم باتيسري، كريمه الباتيسري هكذا. نضغطوا مليح باه ما تخرج لنا الشوكولا وتتحرق لنا في الصينيه. هذا مكان. هذا هو الخبز البنات. هنا خليه يخمر 10 دقائق ونروحو يطيب. البنات ما بقاتليش الشوكولا، درت غير كميه هكا تسمى ملي واجده. الشوكولا ديريها قبل سكر كلاص. هنا هاوليك السكر كلاص ديريه كيما هكذا. وشوفوا نفتح معكم حبه وشوفوها كيفاه جات. بسم الله. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. شوف عاود نفتح معكم حبيبه. شوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله. شوفوا هشوش قطن، هشوش ما شاء الله. شوف كيما تاع المحلات. بسم الله ما شاء الله. جربوه البنات وادعيو لنا. هذه هي الريزلطه تاعنا ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم.
هذا هو البنات الخبز تاعنا، هذه هي الوصفه. ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم. ما بقى ليا غير نقول لكم مع السلامه.